أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مسلسل العربجي الموسم الثاني. عبدو العربجي باله مشغول كتير على رجله أبو الحطب الذي أرسله لملاقاة الهريسي في حارة أبو حمزة. وجركس يقول لعبدو: أنا خايف يكون الهريسي غدر فيه لأنه واحد غدار. عبدو يقول: مناقص هالرقبة حدا جديد، وإذا صار اللي عم تحكيه راح يكون دم هالزلمة برقبتي، وما راح سامح حالي ولا أي حدا من رجال أبو حمزة والنشواتية. ليصل فجأة أبو الحطب ويطمئن قلب عبدو، حيث نقل إليه أبو الحطب ما حدث مع الداية بدور، وكيف سممت بدرية خانم وهي الآن هاربة لا أحد يعلم عنها شيئا. بدور ووالد نورية، وبعد تنكر بدور بيصير رجل يوقفهم حاجز الرجال أبو حمزة على باب الحارة ويطلب معرفة الشاب الذي برفقة والد نورية، ويقول له: هذا ابني وهو أخرس ما بيحكي. وبعد اقتراب الرجال من الشاب يصل فجأة الهريسي ويطلب من الرجل ترك الشاب وينقذ بذور من رجال أبو حمزة. ويقول الهريسي لبذور: سلمي لي على عبدو العربجي وقولي له كل شي مثل ما بده وأكثر. القائم مقام، وبعد طول تفكير يأمر قائد الحرس بإخلاء سبيل رجال حارة أبو حمزة وإبقاء فقط عدد منهم دون معرفة السبب وراء ذلك. ولكن يبدو أن المتصرف وقائد الشرطة يخططون لأمر خطير يخص رجال أبو حمزة وحارة النشواتية. جبر يستفقد رجال الحارة ويسألهم إذا حدا خرج اليوم، ويقول له الحارس أن أكثر الذين خرجوا هم من الرجال، ولم يدخل أو يخرج أي حدا إلا وفتشناه، إلا رجل واحد غريب عن الحارة كان هو وابنه الأخرس، وقال إنه والد نورية. جبر بدأ الشك يدخل إلى رأسه وذهب مسرعا لمنزل نورية. أبو حمزة يقول للهريسي: بدرية جنت على الآخر وتركت كل مشاكل الحارة ولاحقة بدور. المرة بتضل مرة، وشو ما عملت بضل عقل صغير. والهريسي يجيب: ايه والله كلامك صحيح يا عمي أبو حمزة، وهلأ شو بدنا نعمل؟ أبو حمزة يقول للهريسي: ولا شي، فخار يكسر بعضه، خلينا نشوف آخرتها لبدرية خانم. جبر يصل مسرعا مع مجموعة من رجاله لمنزل نورية ويقول لها: افتحي الباب. ونورية ترفض فتح الباب وتقول لجبر بصوت واحد: بلم عليك الحارة، لك انت شو بدك مني؟ جبر يقول: أبوك طلع من الحارة، مع مين هذا الشاب اللي كان معه؟ نورية تقول: هذا أخي. جبر يسألها: هو أكبر منك ولا أصغر؟ نورية تقول: هو أصغر مني. جبر يقول: بس قال لي إنه أكبر منك وهو بيحكي يعني. بس يرجع أبوكي راح علق مشنقته على باب الحارة يا نورية، ويغادر جبر ورجاله باب منزل نورية.